من أجمل وأبسط الوصفات اللي ممكن تتعمل في البيت فعلا هي حلويات المولد. عشان كده اخترت أعمل معاكم النهاردة السودانية أو الفولية بالطريقة المظبوطة ليها بالمكونات الموجودة عندي في البيت. هتظبط معاكم من أول مرة وأوفر بكتير من اللي بنشتريها من بره. مبدئيا كده هنعمل الكراميل أو السيروب اللي هيتحط على السوداني. هحدد كمية السكر بناء على ايه؟ بناء على كمية السوداني بتاعي. لكل نص كيلو سوداني كوباية واحدة من السكر، وكل كوباية سكر هتاخد ربع كوباية مية وعصير نص ليمونة كاملة. هنضيف السكر عليه المية عليه عصير الليمونة وارفعه على النار عشان يبتدي يغلي. هيغلي في الأول بالراحة وبهدوء كده، وبعدين هلاقيه بيغلي جامد جدا وبيطلع بابلز ولونه هيبدأ يتغير. في الوقت ده هشتغل أنا في السوداني معايا لو محمص هحطه في صينية وادخله الفرن يسخن كويس، مش ياخد لون. لو هو ابيض ومش محمص لا هدخله يتحمص ويكون برضو سخن. هطفي عليه الفرن واسيبه في الفرن عشان يفضل دافي على ما اعمل التست بتاع السيروب بتاعي. اول ما بلاقي لونه بدا يدخل في الذهبي كده بجيب كوبايه فيها ميه ساقعه او ميه بتلج واخد شويه كده على طرف المعلقه واعمل التست ده. لقيت الشربات بتاعي او الكراميل لسه فيه مطه كده وطري، هسيبه لسه على النار شويه وانا مراقباه. لقيته بعد ما عملت التست كمان شويه لقيته بيتكسر بالشكل ده، ساعتها هرفعه من النار على طول واطلع السوداني من الفرن وابتدي انزل بيه على السوداني في نفس البوله السخنه اللي كنت بسخن فيها السوداني، او هنزل بالسوداني على الكراميل ذات نفسه في الحله السخنه برضو اللي عامله فيها الكراميل عشان ما يكونش فيه اي درجه حراره جديده، كله سخن في سخن علشان الكراميل ما يبردش معايا ويمسك. اقدر ان انا اقلبه بكل بساطه وانزله كله من الصينيه. في الوقت ده يا اما عندي صينيه استانلس او ألمونيا هقدر ان انا ادهنها دهنه زيت وانزل عليها السوداني، او على الرخامه بتاعتي كده هدهن دهنه زيت كويسه وهنزل برضو بكميه السوداني بتاعي كله. وممكن لو عندي اكياس بلاستيك من اللي بتتحمل الحراره اقدر ان انا افردها وما ادهنش زيت، يعني افرد الكيس واحط عليه السوداني وافرد عليه. كل دي خطوات متاحة، بس أهم حاجة السرعة في الأداء علشان الكراميل ما يبدأش يبرد معايا. النشابة بتاعتي هدهنها دهنة زيت برضو كده، وهبدأ ان انا افرده واحاول ان انا اخليه متساوي كده من الجناب، وبعدين على طول دقيقتين بالظبط واعلم فيه علامات طولي وعرضي على قد القطعة اللي انا عايزة اقطعها. هو لسه طري وسخن جدا، ناخد بالنا طبعا من ايدينا ومن اللسعات، بس انا محتاج ان انا اعمل فيه العلامات وهو لسه طري كده علشان لو مسك هيبقى صعب شويه في التقطيع. المفروض بقى اسيبه يبرد خالص وبعدين ابتدي اشيله كده واحركه من مكانه. بس كنت حابه اوريكم عرق الكراميل ده او عرق السيروب اللي احنا عاملينه هو اللي بيثبت نجاح الكراميل وان هو ما حلونش مننا ابدا. نسيت اقول على حاجه كمان، ان واحنا بنعمل السيروب نقدر نحط فيه اي نكهات او معطرات احنا بنحبها، يعني ميه ورد او ميه زهر على حسب المتاح واللي احنا بنحب طعمه. وبنفس الطريقه دي نقدر نعمل السمسميه والحمصيه والبندقيه والفستقيه وكل حلويات المولد وبكميات كبيره ونوزع على الحبايب وحبايب الحبايب. انا كده خلصت السودانيه بتاعتي النهارده خلاص، متاكده من سهولتها وبساطتها وقد ايه فتحت نفسكم عليها، هتقوموا تجربوها. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.